حبايبنا ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الحميد حامد ودي قناتنا فول ماركن انجلش، وقررنا ان احنا نكون معاك السنه دي ونشرح اهم المسرحيات والقصص المكرره على طلاب المدارس الرسميه لغات او حتى المدارس الحكوميه. يعني هنشرح كل حاجه ليها علاقه بالقصص والمسرحيات لطلاب الثانويه العامه. النهارده هنشرح مسرحيه بيجماليون اللي مكرره على طلاب اولى ثانوي لغات منهج ابستريم، ولو انت حتى مش من طلاب اولى ثانوي او مش من طلاب اللغات فوعدك ان انت هتستمتع. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. في الأول لازم أقول لك إن بيجماليون هي اللي مؤلفها جورج برنارد شو، أحد أشهر الكتاب العالميين، جنسيته أيرلندي. الراجل ده المسرحية بتاعت بيجماليون دي تعتبر هي أهم مسرحية ليه. لازم تعرف الأول نبذة عن الكاتب حتى لو مش هتيجي في الامتحان ده لنفسك أنت. جورج برنارد شو من أشهر الكتاب اللي كانت بتتكلم دايما عن الاشتراكية في فكرة، وكان هدفه من المسرحية دي إن هو يبين لك إن مش معنى إن حد غني فهو معنى كده إن هو راجل صالح، إن مش كل الأغنياء صالحين، مش معنى إن حد مستواه المادي مش قد كده او فقير ده مش معناه ان هو حد غير صالح، لان في ناس كتير فقراء ولكنهم صالحين. فالراجل ده كان عنده حكمه كبيره جدا عايز يبينها لنا من مسرحيه بيجماليون اللي اتسمت الاسم ده نسبه الى جريك سكلابتشر، تمثال يوناني اسمه بيجماليون. طب يا مستر عايزين نبدا الاحداث؟ يلا بينا نبدا. بتبدا مسرحيتنا عند كنيسه اسمها سانت بول الساعه 11 وربع. الجو كان ريننج، بيمطر، لايتنينج، كان فيه رعد وبرق، ثاندر كمان يا مستر. ودي معناها في اي مسرحيه ان الشخصيات اللي هتتذكر we're going to meet again، يعني هيتقابلوا مره تانية. بيظهر اول شخصيه عندنا وهي مسز ارنستفورد هيل، مامة ولد وبنت. الولد اسمه فريدي والبنت اسمها كلارا. طبعا يا مستر لما يكون في مشوار بالليل كده فماما هتبعت مين؟ هتبعت البنت؟ اكيد عيب لا، هتبعت الولد. فبعتت الواد فريدي ده قالت له اخرج هات لنا كاب. ايه كاب دي؟ هنا مش قصدي ليها طاقية، هنا كاب يعني تاكسي، صح كده؟ فريدي بيروح عشان يجيب الكاب، ولكن عشان الدنيا كانت بتمطر وعشان كان في رعد وبرق ولا واحد يقف له. فبيرجع فريدي قفاه يقمر عيش ويقول لمامته I couldn't find a cab، انا ما قدرتش الاقي تاكسي. She scolded him، وبكته، عنفته جدا، شكله بقى زباله. خد بعضه وخرج تاني عشان يلاقي كاب، ولما بيخرج بيقابل بنوته يخبط فيها. ايوه مشهد الكليه كده وانت بتخبط في بنت توقع كشكول المحاضرات وفراشات تطلع من عينك وبتاع، يبتدي يظهر ليك. لكن ايه اللي حصل؟ البنت دي كانت فلاور جيرل، بائعه للورد. اول ما خبط فيها الورد كله وقع، والدنيا عشان كانت بتمطر يا مستر الورد غرق في الطين. البت مسكت فريدي جسلته. مامة فريدي خرجت على الصوت، بس هنا كان في مشكله ان الفلاور جيرل اللي اسمها بالمناسبه إلايزا من ابطال المسرحيه بتاعتنا كانت بتنادي فريدي باسمه. ايه ده؟ يعني لما كانت بتتخانق معاه كانت بتقول له يا فريدي. طب هي منين عرفت ان اسمه فريدي؟ مامة الواد هتتجنن، اديتها شويه فلوس. إلايزا خدت الفلوس حطيتها في جيبها وقالت لها ارتحتي؟ انا اي حد ما اعرفوش بقول له يا فريدي يا تشارلي، يعني انا عرفت اسمه باي تشانس، بالصدفه. عامله زيك كده لما بتروح تيجي تشتري فول كده ولا حاجه، عم احمد عم احمد، وانت مش عارف مين اللي واقف اصلا، بس انت بتقول لاي حد يا عم احمد مثلا. يعني تخيل بقى هي بتقول لاي حد يا فريدي يا تشارلي. المهم يا معلم البنت لمت الورد بتاعها وحطته في الباسكت تاني، ولقت واحد جنتلمان واقف لابس بدله شيك، راحت تعرض عليه عمو اشتري مني ورده. فالراجل بمنتهى الذوق اللي في الدنيا ادالها فلوس وما خدش الورده. يجي واحد اسمه باي ستاندر، مستر يعني هو اسمه باي وبابا اسمه ستاندر؟ غبي انت، اكيد لا. باي ستاندر ده يعني حد عابر في الطريق، يعني حد واقف في الشارع عادي جدا وقتها. الراجل ده بيقول لها عشان انا بحبك وخايف على مصلحتك ادي للراجل ده ورده طالما ادالك فلوس. ليه يا عم؟ اصل في واحد واقف behind the pillar، ورا العمود، بيكتب كل كلمه انت بتقوليها، نوت تيكر، مدون للملاحظات. طبعا إلايزا اترعبت، افتكرت ان الراجل اللي واقف ورا العمود بيكتب ملاحظات ده بوليس انفورمر، يعني حد محقق من الشرطه او ضابط شرطه. طبعا إلايزا راحت صرخت وقالت ان انتوا ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه عايزين ترموني في الشارع؟ الراجل فضل يبرر لها اقري اللي انا كاتبه، هي ما بتعرفش تقرا. الناس اتلمت حواليهم. الراجل ده كان غريب جدا، عمل اميوزمنت، خلى في حاله من الذهول للناس. ازاي يا مستر؟ اي حد كان بيتكلم يقول له
له انت من الحته الفلانيه وانت من الحته الفلانيه. يعني ايه؟ يعني كان بيعرف يحدد الناس منين بناء على الاكسنت، على لهجته. الراجل ده عبقري، اسمه مستر هيجنز، بروفيسور اوف فوناتكس، عالم صوتيات. وبالمناسبه ان شاء الله يجي لك سؤال في الامتحان ويسالك مين مستر هيجنز، ترد وتقول له بروفيسور اوف فوناتكس، عالم صوتيات. يا مستر الراجل ده كان بيبهر كل الناس. فاكر الجنتلمان؟ الراجل ابو بدله الشيك اللي إلايزا في الاول ادته ورده وهو ما رضيش ياخد الورده وادالها فلوس، كان متنع. راح جنب هيجنز كده، هاو دو يو دو ات، عملتها ازاي دي؟ عارف السقه لما بيحط السيجاره في بقه بسرعه كده؟ ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعبه عليك قوي يا سيدي. قول لي وانا هستوعب. انا لسه. انت عملتها ازاي دي؟ قال له لا مش هقول لك. لا قال له عشان سيمبلي بمنتهى البساطه I am Professor Higgins، عشان انا هيجنز a professor of phonetics، عالم للصوتيات. انا وظيفتي اصلا اعلم اعلى كلاس في البلد عشان يعلوا الستاندرد اوف انجلش، يعلوا الانجليش بتاعهم. انا مش بتعامل غير مع كلاس ايه، انا بعرف الناس من الاكسنت بتاعتهم، من لهجتهم. It's my hobby، دي هوايتي. and also وبرضه it's my profession، دي مهنتي. وهنا بنفتكر مقولة مهمة جدا لهيجنز وهو بيقول فيها happy is the man، يعني أكتر راجل مبسوط في الدنيا هو كان earn his living، اللي بيقدر يجيب فلوس by his hobby، من هوايته. يعني تخيل لما تبقى هوايتك هي وظيفتك، زي لعيبة الكورة مثلا. هيجنز كان كده بقى، بيعشق حاجة اسمها الفوناتكس. طبعا الناس اختفت كلها من المشهد وابتدى يبقى موجود هيجنز وبيكرينج. مين بيكرينج ده مستر؟ نسيت تقول لي. الجنتلمان اللي كان واقف لابس بدله ده اسمه كولونيل بيكرينج. يبقى في هيجنز وفي بيكرينج وفي إلايزا الفلاور جيرل. بيكرينج يرجع خطوه لورا كده ويقول له هو انت مستر هيجنز اللي كتبت كتاب اسمه يونيفرسال الفابت؟ يقول له انا كولونيل بيكرينج، انا سافرت من الهند لانجلاند عشان اشوفك. ثواني بقى، هو انت بيكرينج؟ ده انا كنت ناوي اسافر من انجلاند، من انجلترا للهند عشان اقابلك. ده انت من اشهر الناس اللي ليها علاقه بالانديان دايلكتس، باللهجات الهنديه. وهنا برنارد شو كان عبقري ان هو بيخلي الكونسيدنس، الصدفه، تلعب دور مهم جدا في المسرحيه. ازاي الصدفه لعبت دور مهم؟ ان فريدي بامبس انتو او بامبد انتو خبط في إلايزا ذا فلاور جيرل باي تشانس، خبط فيها بالصدفه. وان إلايزا كولد هيم فريدي باي تشانس، نادت له وقالت له يا فريدي بالصدفه. وان بيكرينج اند هيجنز ميت ايتش اذر باي تشانس، بيكرينج وهيجنز قابلوا بعض برضه بالصدفه، على الرغم من انهم they were planning to meet each other، كانوا بيخططوا يقابلوا بعض. طبعا إلايزا بقى ما تفضونا من القصه دي بقى، مين هينفعنا بقى؟ انا عايز ابيع الورد اللي معايا. تشتري ورد؟ انا مش قادر اجيب ايجار الشقه بتاعتي. يوم جاي هيجنز قال لبيكرينج من صوتها بتقول ان هي تقريبا كده بتنصب عليه ومعاها ايجار الشقه. تقوم إلايزا ماسكه الباسكت بتاع الورد هوب رمياه في وش هيجنز على طول. فبيكرينج يقول له معلش ما تتضايقش منها. فهيجنز بمنتهى الشياكه بيدي لها فلوس وخلاص. تعمل ايه إلايزا عشان تستفزهم؟ تركب تاكسي عشان تبين لهم ان انا معايا فلوس. فإلايزا بتركب التاكسي ويتبقى عندي في المشهد هيجنز وبيكرينج. مين ضيف عند مين؟ بيكرينج ضيف في انجلاند اصلا. فهيجنز يقول له بس انت بتاعي النهارده يا معلم، انت هتيجي معايا البيت عشان انا هعزمك على الاكل وبالمره اوريك البيت بتاعي. اوعى تنسى ان انا بروفيسور اوف فوناتكس، عالم للصوتيات. وده كان اكت 1، المشهد الاول او الفصل الاول اللي ممكن تتسال فيه ويقول لك ايه مستر. اول سؤال يقول لك قول لي كده الصدفه لعبت دور ازاي؟ جاوبنا على السؤال ده. طب قول لي كده ازاي إلايزا قالت لفريدي باي تشانس، بالصدفه؟ هي اي حد بتقول له يا فريدي يا تشارلي. طب ليه مامة فريدي ادت لإلايزا فلوس؟ عشان تعرف to know how she knew her son's name، ازاي هي عرفت اسم ابنها. طب تعرف تقول لي كده ايه وظيفه بروفيسور هيجنز؟ وظيفته ان هو بروفيسور اوف فوناتكس. طب تعرف تقول لي كده الجاذرينج بتاع الشخصيات اللي في اكت 1 ازاي ساعد برنارد شو دراماتيكالي بصوره دراميه؟ خلينا نعرف حاجه. ايه الحاجه دي؟ برنارد شو كان عبقري ان هو عمل لنا انترودكشن، يعني قدم لنا المين كاركترز، كل الشخصيات في اكت 1 وخلاهم كلهم يجتمعوا مع بعض. برنارد شو كان عبقري في ان هو ورانا ان people are of different social classes، ان الناس من طبقات اجتماعيه مختلفه. عندك طبقه فقيره خالص زي إلايزا، طبقه ممكن تروح مشاورها بتاكسي وتخرج زي كلارا وفريدي، وطبقه غنيه جدا زي مستر هيجنز. كده في مشكله. عايزين نشوف بقى ايه اللي هيحصل لما هيجنز يعزم بيكرينج في البيت عند هيجنز. تيجي نشوف؟ يلا بينا. نبدا في اكت 2 وبيكرينج بيروح بيت مستر هيجنز اللي تم وصفه بانه لاب معمل. ده كنايه عن ايه؟ خلي بالك عشان ده سؤال في الامتحان. ان مستر هيجنز سو انترستد، مهتم جدا ان فوناتكس، بعلم الصوتيات. ولكن في مشكله ان هيجنز كان كيرلس، كان مهمل about feelings، بشأن المشاعر. يبقى لما يجي يقول لي في الامتحان الترم او المصطلح لاب ده بيفيد ايه؟ ده بيفيد ان هيجنز كان مهتم جدا بالفوناتكس بس هو كان مهمل جدا عن المشاعر.
المشاعر، عن الفيلينجز. بيكرينج بيعيش تجربه كبيره جدا في بيت مستر هيجنز، وبيشوف كل الماشينز، كل الالات اللي هيجنز بيستخدمها في تجارب، لحد ما بتدخل عليهم ميسيس بيرس، شخصيه جديده من الشخصيات، ودي هي الهوم كيبر او الهاوس كيبر زي ما بيسموها. دي الست اللي بتخلي بالها من البيت عند مستر هيجنز. مستر هيجنز بالمناسبه ما كانش متزوج، كان سنجل يعني، وكانت اللي بتخلي بالها منه ميسيس بيرس. بتقول له ان في بنوته تحت موجوده. طبعا لو انت موجود مكان مستر هيجنز هترد تقول حلوه؟ لا، هو ما بيقولش كده، هو بيقول صوتها حلو. قالت له صوتها غريب جدا، الاكسنت بتاعتها غريب. قال لها خليها تطلع. وكأن البنت كانت عايزه تلفت النظر ان انا جايه بتاكسي، انا مش قليله يعني. يا ترى مين البنت دي؟ ايوه، إلايزا الفلاور جيرل. خدت بعضها وراحت على بيت مستر هيجنز. عارف راحت ليه؟ تو تيك انجلش ليسونز، عشان تاخد دروس في الانجليش وتعلي من الاكسنت بتاعتها. عارف طموحها كان ايه؟ تو بي ا ليدي، ان هي تبقى سيده وتبيع ورد في فلاور شوب، تبيع ورد في محل ورد، ما تبيعوش في الشارع. عرضت على هيجنز فلوس كتير، يا ربي دي عرضت شيلينجز، شويه شلينات. طبعا هيجنز فضل ماسكها تريقه، قال لها شلينات؟ انا هاخد منك 60. قالت له ايه 60؟ I will never offer you 60 باوندز، انا عمري ما ادفع لك 60 باوندز، انت مجنون ولا ايه؟ طب ليه يا مستر إلايزا عملت كده؟ إلايزا كانت حاسه بسخريه من مستر هيجنز. هيجنز لما حس في الاول ان دي إلايزا كان ديسابوينتد، متضايق. ابتدى بيكرينج يبص لهيجنز كده ويقول له ايه، مش انت جامد؟ يقول له انا جامد. طب ما تيجي ندخل بيت، ندخل رهان. رهان على ايه؟ دي اهم جزء في المسرحيه. رهان ان انا ممكن اعمل ترانسفورميشن، اعمل عمليه تحويل لإلايزا دي واخليها ليدي، اخليها سيده من اعلى السيدات في القوم في كام شهر؟ in 6 months، في 6 شهور بس. ولو عندها جود تانج وجود ايرز، لو لسانها كويسه وودانها كويسين بتسمع حلو كده وتتكلم وتساعدني، في 3 شهور بس هتخليها ايه؟ ايوه، هخليها ليدي. هخليها تحضر الامباسادورز جرين بارتي، هخليها تحضر الحفله اللي بتتعمل دايما في منزل السفير او الحفله بتاعه السفير. طبعا ده تحدي كبير جدا، كل ده وميسيس بيرس واقفه كده. هو انتوا مجانين؟ ازاي بنوته زي دي تقعد معاكم انتوا الاثنين وانتوا سنجل الاثنين؟ انتوا 2 رجاله عزاب كده مش متجوزين، ازاي تقعدوا؟ ازاي هي هتقعد معاكم اصلا؟ مالكيش دعوه، انا هقعد عادي. ده مين دي؟ دي إلايزا. انا كده كده بابا راميني في الشارع، وكده كده مامتي ميته. إلايزا تبدا تصعب عليك. هيجنز يضحك كده ويقول لها ما تقلقيش هنعملها كويس. وبيكرينج كان دايما مهتم بالفيلينجز، ودي اللي كانت مميزه عن هيجنز. بيكرينج كان دايما بيبقى خايف ان هو يجرح مشاعر إلايزا، ولما ابتدى هيجنز يجي على إلايزا قوي ويزود في الجرعه بتاعته، حس ان هو جه عليها، راح جايب شوكولاته وقسمها نصين ومديلها نص وكل من نص عشان ما تفتكرش ان الشوكولاته مسممه او حاجه، وقال لها خلاص بنضحك معاكي، اطلعي دلوقتي خلي ميسيس بيرس كده تخليكي تاخدي شاور حلو وانزل لنا ونشوف هنعمل ايه. ليه تاخد شاور؟ عشان يبدا يشوف بقى لما البنت دي تنضف شويه كده هل في امل ان هي تبقى ليدي. بس حوار التحدي ده مهم جدا، حوار البيت والتشالنج، الرهان والتحدي ده ما بين بيكرينج وهيجنز هو المحور الاساسي في المسرحيه بتاعتنا. يبقوا قاعدين الاثنين في امان الله، يدخل عليهم شخصيه مهمه جدا، ألفريد دوليتل، إلايزا's فازر، ابو إلايزا جاي، مشهور قوي بكلمه جافرنر يعني سيدي او يا باشا، راجل فقير بقى. فلما يدخل على بيت حد غني قوي كده اكيد هيقعد يقول يا باشا بتاخدوا من بنتي مني، يعني ده العدل يعني؟ قال له اهدى بس اهدى، لا 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 عايز بنتي. قال له يا عم اهدى، اللي انت عايزه هنجيبه لك، انا عايز بنتي. نادوا له بنته، قال له لا انا عايز 5 باوندز. ايه الراجل الزباله ده؟ يعني ده مش جاي عشان بنته، ده جاي عايز 5 باوندز. بيكرينج بص كده في الارض، قال لك الراجل ده شكله فهمنا غلط. قال له عمي احنا مش عايزين بنتك فور باد ريزونز، مش عايزين بنتك لاغراض سيئه لا سمح الله، احنا عايزينها بس في شغل. قال له يا جدع لو عايزينها فور باد ريزونز اي وود اسك 50، كنت خدت منكم 50، لكن انا هنا جاي عشان اخد 5 بس. راجل زباله دوليتل ده، ما يتقلقش من الرجل حقيقي يعني. هو كان شغال ايه؟ كان داست مان، عامل نظافه، بس كان فيري باد مان، كان راجل سيء جدا، راجل زباله وعنده باد مانرز، اخلاق سيئه وسلوكيات وعادات سيئه، وكان رامي بنته في الشارع. طبعا هيجنز بمنتهى التناكه اللي في الدنيا فضل بقى يذكر هيجنز بيحب يتريق على الناس الفقيره وكده. قال له لا لا هديك 10 باوندز، هديك 10 جنيه. قال له لا انا هاخد 5 بس، انا اصلا من الانديزيرفنج بور، انا واحد فقير بس ما استحقش فلوس، انا بصرف كل فلوسي على كيفي كده زي ما بيقول، فانا لو خدت منك 10 باوندز مش عارف اعمل بيهم ايه، هم 5 كفايه. قبل ما إلايزا تنزل ابوها اصلا ما عرفش يتعرف عليها، بس احنا عرفنا خلاص معلومات عن عيله إلايزا، ان ابوها داست مان وامها ميته داد صح كده، وابوها كان عنده باد مانرز وكان راميها في الشارع. إلايزا بتنزل لابسه جابانيز كيمونو روب ياباني كده ومحدش خالص بيعرف شكلها، وبنبدا بقى عمليه التحدي. هل هيجنز هيقدر يعمل ترانسفورميشن، عمليه تحويل لإلايزا ويخليها ليدي في 6 شهور زي ما بيقول؟ ده اللي احنا هنكتشفه، يلا بينا.
بيعدي كام شهر زي مسلسلات الانجليش كده وبتظهر شخصية جديدة في مسرحيتنا، ميسيس هيجنز، مامة مستر هيجنز، اللي بتظهر في يوم بنسميه الات هوم داي، وده اليوم اللي فيه الجستس الضيوف بيروحوا بيتها. الست دي كانت من ريسبكتبل فاميلي، من عائله جديره بالاحترام وناس غنيه جدا ومستواهم الاجتماعي عالي جدا. اليوم اللي بيجي فيه الضيوف ده هي ما كانتش بتحب ابنها مستر هيجنز يبقى موجود. عارف ليه؟ كان بيخوف الناس. ليه يا مستر كان بيخوف الناس؟ بالتجارب اللي بيعملها وبطريقه ان هو بيعرف كل واحد منين. قال لها ما تقلقيش يا ماما، انا جاي النهارده عشان عامل تيست كده، اختبار للتجربه الاخيره بتاعتي لايلايزا الفلاور جيرل، اللي انا وعدت ان انا هخليها ليدي، واتحديت بيكرينج، وده كان بت، كان رهان، وانا هكسب الرهان على فكره. بتظهر ايلايزا لابسه فيري اليجنت، لبس شيك جدا، وتتفاجئ ان اللي معزومين مين؟ ميسيس ارنسفورد هيل، مامة فريدي وكلارك. فاكر فريدي الواد اللي خبط فيه؟ ايوه، فراشات طلع التاني جنبينا كده. فريدي يا مستر اللي خبط في ايلايزا ووقع منها الورد، بيقابلها تاني. بس خلي بالك، انا قلت لك في اكت 1 ان طالما الدنيا كانت مطره وكان في برد وبرق ورعد سوري، يبقى ده معناه ان الكاركترز الشخصيات هتتقابل تاني، واديهم بيتقابلوا. الواد فضل يبص كده، بنت حلوه قوي، بس هو مش عارف هل هي دي ايلايزا. طب ايه اللي هيجيب البنت اللي بتبيع ورد في بيت ميسيس هيجنز، بيت كبير زي ده وبيت ناس اغنياء كده؟ ايلايزا لحد دلوقتي ناجحه جدا في التجربه. بدات تتكلم. تخيل قالت ايه؟ مش انا عمتي ماتت؟ ماي انت ماتت ازاي؟ ماتت من الانفلونزا. يلحق هيجنز على طول بيقول ان دي نيو واي اوف اكسنت، دي طريقه جديده للهجه، او دي احدث موضه في الكلام. زي انت كده لما بتقول حاجه 17 خالص وحاجه 13 خالص والكلام ده كله. فهيجنز بيلحق نفسه. تبدا بقى ميسيس هيجنز تمسك ابنها غسيل ومكوى بقى، تقول له خد هنا، انت ازاي بتعامل البنت دي انت وبيكرينج لايك ادول، كانها عروسه؟ ما حدش فيكم فكر وات افتر ذا اكسبيرمنت از اوفر، يعني بعد ما التجربه تحصل او تخلص ايه اللي هيحصل لها؟ وده كان نفس راي ميسيس بيرس لو انت فاكر. هي كانت معترضه جدا، بس وقتها هيجنز قال لميسيس بيرس هنرميها في الشارع. المره دي هيجنز بيقول لمامته هنشوف لها جنتيل اوكيوبيشن، زي ما اتذكرت بالنص كده في المسرحيه، ومهنه راقيه تشتغلها. طبعا ميسيس هيجنز فضلت توبخ ابنها مستر هيجنز وكولونيل بيكرينج، وكانت رافضه خالص فكره الاكسبيرمنت بتاعه الترانسفورميشن، عمليه تحويل ايلايزا لليدي. هل الفكره دي هتنجح؟ طب ايه هو مستقبل ايلايزا بعد التجربه؟ طب ايلايزا دي هتكمل تعيش في بيت مستر هيجنز ولا لا؟ طب مستر هيجنز هيعرف يعيش بدون ايلايزا لما التجربه تخلص ولا لا؟ كل ده هنشوفه في الترم الثاني. كده انا خلصت لك احداث الترم الاول كامل، وهتستنى مني طبعا فيديو في ليالي الامتحان في كل الكوتيشنز، اهم الاسئله واهم يا مستر الكومنتات كمان، اللي هو مين قال لمين وقالها امتى. خليك فاكر كويس ان احنا معاك وفي ظهرك، ودايما محدش هيحل قدك، وكمان محدش هيفهم قدك بمشيئة الرحمن. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، اشوفكم دايما كده في احسن مكان.